السلام عليكم حبايبي. تعالوا النهاردة هنعمل أكلة سهلة وسريعة وكلها في حاجة واحدة: بروتين، نشويات، خضار، حاجة كده من الآخر. تعالوا نشوف الجمال ده تعمل ازاي بمكونات بسيطة جدا وسهلة، وعلى البوتاجاز من فوق هتعملي أحلى وجبة غدا في 5 دقايق. يلا نقول بسم الله ونبدأ طريقتنا. هاتي كده الطاسة، صينية، اللي انت حابة تعملي فيه الأكلة الحلوة دي، بس لازم تكون حاجة واسعة وغويطة شوية. هنزل فيها بمعلقتين سمنة كبار، وتكون السمنة سخنت معايا، وانزل بمكعبات صدور الفراخ زي ما احنا شايفين كده. منزلش بيها غير لما اكون متأكدة ان السمنة سخنت معايا قوي، والنار في المرحلة دي بتكون عالية علشان الفراخ ما تنزلش السوائل اللي فيها. هقلبها لما احس ان هي بدأت تغير لون من تحت، هبدأ اقلبها كده زي ما انتوا شايفين بالراحة، وهبدأ اقلب فيها واحدة واحدة لحد اما تاخد لون معايا ذهبي خفيف جدا. شايفين شكلها ايه؟ اولا بتاخد لون فاتح الاول، وبعد كده تبدأ تدخل في اللون الذهبي الخفيف. انا مش عايزاها تحمر قوي. بعد ما تبدأ تدخل في اللون الذهبي الخفيف خالص وتاخد تشويحة حلوة كده، هبدأ انزل عليها بالتوابل الجميلة بتاعتي. والتوابل دي مش هنزل بيها غير لما اكون متأكدة ان السوائل اللي فيها كلها نشفت، علشان انا لو حطيت التوابل وهي لسه ما خدتش لون هتنزل مية. نزلت بالفلفل الاسود وبهارات الفراخ وكمان كزبرة ناشفة، ونزلت عليها بنص معلقة صغيرة من الثوم البودر. عايزة اقول لكم الريحة بقى وهي بتتقلب ريحتها رهيبة مع السمنة البلدي ملهاش حل. قلبي واخلطي حلوة قوي كل المكونات الجميلة دي بالفراخ كده، وبعد ما اتأكد انها اختلطت حلوة قوي بالتوابل هنزل عليها ببصلتين كبار يكونوا متقطعين قطع صغيرة زي ما احنا شايفين. انا مش عايزة افرمهم فرم ناعم، لا انا عايزاهم مكعبات صغيرة جدا. قلبي واخلطي الجمال ده كده مع بعضه، والريحة الحلوة بتاعت البصل تطلع مع التوابل. عايزة اقول لكم الريحة كانت جايبة اخر الشارع. نزلت عليها بمعلقة صغيرة من الثوم المفروم، وقلبي واخلطي كل الجمال ده. الله على الريحة رهيبة. هقلب فيها شوية لحد ما احس ان البصل بدأ يدبل معايا، بس مش هياخد لون. بعد ما اتأكدت ان البصل دبل شوية، نزلت بمكعبات من الجزر متقطع مكعبات صغيرة. وطبعا كمية الخضار دي بترجع لك انتي حسب الكمية اللي انتي حباها. حابة تزودي عن كده ممكن قوي. قلبي الجزر حلو مع الخليط ده كله، وتأكدي ان الجزر اتغلف بكل الجمال ده مع بعضه كده، عشان هنزل عليه بحبة من الفلفل الأحمر. ده فلفل أحمر متقطع برضو مكعبات صغيرة قوي، وكل الخضار اللي احنا هننزل بيه نفس الحجم. تقطيعة الخضار كلها هتكون مناسبة وهتكون كلها تقريبا في حجم واحد. قلبت كده مع بعضه، يعني ما بين كل خضار ونوع والتاني تكون 5 دقايق تقليب كده. بعد كده هنزل بقى بالنوع الاخير، وهو البسلة المتفرزة. انا طبعا البسلة مفرزاها وكان معاها جزر بس مش كتير. نزلت كده بالبسلة وقلبتها وخلطتها مع كل الجمال ده كده مع بعضه. شايفين بقى الالوان الجميلة شكلها ايه؟ تفتح النفس. قلبي واخلطي كل الجمال ده كده مع بعضه، وتأكدي انه كله اتشرب من التوابل الجميلة اللي احنا حاطينها والبصل والثوم. بعد كده هنزل بلسان العصفور، مكرونة لسان العصفور انا محمصاها حلو في معلقة سمنة صغيرة. عايزة تحمصيها من غير دهون خالص ممكن. وبعد كده هبدأ اضيفها على الخضار الجميل ده. اخلطيه حلو جدا، عشان بعد كده هنزل عليه بالمرقة واغطيه كله. طبعا لو مش موجود او مش متاح عندك المرقة، وقلنا قبل كده ازاي نعمل شوربة او مرقة. بجيب طبعا المية بغليها، وبضيف عليها مكعبتين من مرقة الدجاج، وبحط شوية توابل ملح وفلفل اسود، وهتبقى احلى مرقة معاكي. زي ما انتوا شايفين ضفت المرقة كده وغطيتها، وهغطي عليه واوطيه على نار متوسطة الاول لحد ما يبدأ يغلي. هوطي النار خالص. طبعا في المرحلة دي انا ضفت الملح لحد ما شفت طبعا
المرقة شكلها ايه، عشان طبعا بتبقى فيها شوية من الملح. ضفت شوية فلفل اسود عشان احيي الخضار شوية، وغطيتها بقى وسبتها تاخد سواها. طلع معانا طبق كامل متكامل، ما خدش منك وقت، وفي حاجة واحدة على البوتاجاز من فوق. بروتين، خضار، نشويات، كله في حاجة واحدة. عايزة اقول لكم لو جربتوه هتقولوا مش هنعمله غيره. حبايبي جربوا الطريقة السهلة البسيطة ديت، وقولوا لي رأيكم ايه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك واشتراك، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، وبألف هنا.